السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من وصفات أم الدنيا. النهاردة هنعمل مع بعض صينية البطاطس العظيمة دي بالخضار وبالكفتة، أو مصفوفة البطاطس زي ما ناس كتيرة بتسميها. أنا بسميها صينية بطاطس بالخضار بالكفتة، وده طبعا عشان بتحتوي على فيها طماطم، فيها بصل، فيها فلفل رومي، وممكن طبعا فلفل ألوان. ده بجانب طبعا الكفتة. واتسمت مصفوفة عشان زي ما انتوا شايفين بتبقى مرصوصة بالشكل ده. شايفين الخضار وجماله، طماطم والبصل والفلفل والبطاطس. بجد صينية حلوة قوي قوي قوي، تستاهل انكم تجربوها، وطريقتها سهلة، مفيش ابسط من كده. بتعمليها يعني في نص ساعة تقريبا، وبعدين تدخليها الفرن. نبدأ بسم الله ونشوف الطريقة. معايا هنا نص كيلو لحمة مفرومة، وزي ما قلتلك لو معاكي كمية أقل، يعني أقل من نص كيلو، برضو هتبقى حلوة قوي، وهتدي للصينية قيمة وطعم حلو قوي. ومعايا كمان نص حزمة بقدونس، أنا واخدة الورق بتاعها ومقطعاه صغير قوي، وبصلاية متوسطة فرماها في الكبة ناعم بالشكل ده. وهحط البهارات بتاعتي. البهارات عبارة عن ملح وفلفل اسود وبابريكا وبهارات لحمة او 7 بهارات اللي متاح عندك، ورشة صغيرة من جوز الطيب. ودي سر من أسرار عامة الكفتة أو أي حاجة بتعمليها من اللحمة المفرومة. بهارات اللحمة مع رشة من جوز الطيب وفصين توم مفرومين. وهنا انتي مش عايزة طبعا الكفتة بتاعتك تفك منك خالص. انا هنا طبعا زي ما انتي شايفة انا ما ضفتش بقسماط ولا دقيق ولا اي حاجة عشان الكفتة تتماسك. السر انك تعجنيها كويس جدا. انا قعدت اعجن فيها حوالي 5 دقايق لغاية ما بقت بالشكل ده، بتحسيها بقت فعلا زي العجينة، وكل المكونات بتاعتها اختلطت حلو جدا. وبعدين هنشكل بقى الكفتة بتاعتنا شكل أقراص بالشكل ده، يعني أصغر من قرص الهمبرجر، حاجة بسيطة. شكلت الكمية كلها كده أقراص، عايزة تكبريها، عايزاها تبقى صغيرة، مفيش أي مشكلة. شكلتها كده، وبعدين هسيبها في التلاجة لغاية ما أجهز باقي الخضار. أنا مجهزة هنا بطاطس، حوالي 3 حبات بطاطس كبار، و2 طماطم، فلفل رومي، ولو في فلفل الوان حلو قوي، وبصل شرايح بالشكل ده. مقطعه كل الحاجات شرايح، يعني كأنك هتعملي مثلا صينية بطاطس كده. كل المكونات جاهزة معايا. هبدأ بقى صينية كده بأي شكل موجود عندك. هترصي المكونات بتاعتك كلها بأي شكل تحبي. تحطي الطماطم الأول، وبعدين البصل والبطاطس وأقراص اللحمة، وبعدين الفلفل زي ما تحبي. أنا حطيت شريحة طماطم وبصل وبطاطس وفلفل، وبعدين حطيت اللحمة، وبعدين تاني طماطم وبصل وبطاطس وفلفل، وبعدين قطعة اللحمة. انتي طبعا زي ما تحبي رصيها بأي شكل انتي عايزاه، المهم تبقى صفوف زي ما وريتك شكلها في أول الفيديو. هتخلصي الصينية كلها بالشكل ده، وتقدري طبعا تشكليها على ايدك، يعني في ايدك تحطي طماطمايه، وبعدين بصلايه، بطاطسايه، فلفلايه، تحطي الصف كله في ايدك كده، وبعدين ترصيه في الصينية، هيبقى اسهل طبعا. بس انا هنا عشان انا بصور وشغالة بايد واحدة، اضطريت اعملها كلها في الصينية. ده الشكل النهائي للصينية بعد ما رصيتها. شايفين جمال الالوان؟ يعني شكلها وهي نية كده بجد تفتح النفس. وفوق بقى حطي اي فلفل باقي عندك ما استخدمشوش في الصينية، بصل، اي حاجة باقية من الخضار حطيها بالشكل ده. هبدأ هنا اعمل الصلصة او الصوص اللي هتسوي لنا الصينية الفظيعة دي. معلقتين صلصة طماطم اللي هي الصلصة الجاهزة، هضيف عليها رشة ملح. احنا هنا بنعمل الصوص كله على البارد، يعني
ما عملتش اي حاجة على النار خالص. رشة فلفل اسود وملح زي ما قلتلك، ونص مكعب مرق الدجاج. مش حابة تحطي مرق الدجاج مفيش مشكلة، ممكن تحطي نص معلقة من السبع بهارات. وبعدين بتحطي مية مغلية تقريبا كوباية كبيرة، ودي كفاية قوي قوي للصينية، لانك طبعا حاطة خضار، كل الخضار ده ينزل المية بتاعته، فمش محتاجة خالص صلصة كتير. بنقلب الصوص بتاعنا بالشكل ده، وزي ما قلتلك المية مغلية، وهنبدأ نسقي بيه كده من فوق الصينية. يعني الصلصة او السوائل بتبقى واصلة تقريبا لربع الصف، مش اكتر من كده، لان زي ما قلتلك كل الخضار ده هينزل ميته. وعلى الوش بقى رشة زعتر حلوة كده، بتودي طعم وريحة الصينية بجد في حتة تانية. ورقة زبدة وبعدين فويل، وهنلفها كويس وهندخلها الفرن من تحت. انا خدت معايا في الفرن ساعة الا ربع، وبعدين تحت الشواية 5 دقايق بالظبط. ده شكل الصينية بعد ما طلعت من الفرن على طول. شايفين شكلها وجمالها، كل حاجة مستوية بشكل مثالي، الخضار والكفتة، وطبعا حبة الصوص اللي تحت دول عشان الناس اللي بيحبوا يضيفوها بقى على الرز. مش ناشفة خالص، وكل حاجة مستوية حلوة قوي. هبدأ أغرف أو أعمل الطبق بتاعي. أنا عاملاها طبعا هنا، عاملة معاها رز بشعرية، ولو من غير رز أو أي حاجة جنبيها بالعيش كده هتبقى برضو طعمها حلو قوي. يعني بجد طبق عظمة، مش محتاج أي حاجة جنبه. كل حاجة استوت حلو قوي، مفيش حاجة اتهرت. الكفتة مستوية، ما فكتش، مستوية حلو قوي. وعايزة اقولك لو حد من ولادك مش بيحب مثلا اللحمة او كده، في الصينية دي هيحبها، لان بجد طعم اللحمة حلو قوي لما الكفتة شربت من الخضار والبقدونس كمان. يعني ودى طعمها في حتة تانية. بجد طبق حلو، وصفة سهلة قوي قوي. اتمنى تجربيها وتقولولي رأيكم، واشوفكم في وصفة جديدة من اكلات وصفات ام الدنيا.